بدي أعتذر جدا. التغت الحفلة بشيكاغو، تهديد أمني، قنبلة. ما بعرف الدوافع أو الغاية صراحة. دوافع والغاية إنه نحن شعب جاهل، أي حدا بنشوفه طالع أو ناجح بدنا نكتر فيه، ما بدنا نوصله. بس الحمد لله طلعت أنت أقوى من هالشعب الجاهل ووصلت. يعني وصلت معكم لما رح تسكروا له حسابات أكبر فانز لإله كرمال دعمه يخف. طلعوا عليه إشاعات لإله لحفلات وتنتقدوا وما زبطت معكم. وصلت معكم الكره والغيرة والحقد للقنابل، للتفجير، للقتل. هالشي كله ليش؟ يعني لو بدها توصل لغايتكم بدكم تكسروه، بدكم تلغوا له حفلة. لغيتوا له حفلة، لسه في مئات الحفلات ما رح تلتغى. نجاحه وكبره وسلطته بين الفن اللي هو عم يصنعه لهذا الجيل ما رح يوقف. ولو شو ما عملتوا رح يضل داعس على راسكم من كبيركم لصغيركم. هاي إذا كان لكم كبير أو في بيناتكم كبير. وكمان نقلكم حب وحنان وانتظروا الحفلات الجاية. وإذا بدكم تكبروا الموضوع هالقد كل ما كبر نجاحه، فبنصحكم تبلشوا تخططوا قصص أكبر، لأنه نجاحه رح يكبر أكتر وأكتر. وإنكم تقدروا له ما رح تقدروا له، رح يضل داعس عروسكم. ما رح لكم حب وحنان، لأنه لا بتستاهلوا لا الحب ولا الحنان. انتوا عالم معاق حرفياً.